حتى انت يا لوزة حلبوكي. زمان كنا فاكرين ان المصدر الوحيد والمتعارف عليه للحليب هو الحيوانات. دلوقتي بقى في مصدر مختلف تاني نقدر نستخرج منه الحليب، وده مش موضة او ترند، ده لان بعض الناس اجهزتها الهضمية ما بقتش تقدر تستحمل تهضم الحليب العادي. وده بيرجعنا لمصطلحين مهمين: اللاكتوز واللاكتيز. اللاكتوز هو السكر اللي موجود في الحليب ومشتقاته، اما اللاكتيز فهو انزيم اجسامنا بتفرزه علشان يقدر يهضم اللاكتوز. واحنا صغيرين جسمنا بيفرز ده بشكل تلقائي، وبعد ما بنكبر في السن بيقل افراز انزيم اللاكتيز في الجسم، وعشان كده بعد وقت معين بنبدا نلاحظ مشاكل مع شرب الحليب العادي. وده السبب البيولوجي اللي بيخلي ناس كتير تتعب من شرب الحليب العادي. مش بس كده، في ناس كمان قررت انها تتبع انظمه غذائيه تكون بعيده كل البعد عن اي حاجه ليها علاقه بالحيوانات، زي الفيجيتيريانز والفيجنز. نظام انك كل يوم الصبح تقربع كوبايه حليب قبل ما تروح المدرسه وتعمل الشنب ده على وشك، دي كانت رفاهيه ما كانتش موجوده اول ما اكتشفوا الحليب. شرب الحليب زمان كان لعليه القوم، مش لعامه الشعب زينا كده، وده لان البشر اكتشفوا الحليب ومشتقاته من 300 ألف سنه بس. نرجع تاني للوزة. انا بدات اشرب حليب اللوز من 6 شهور لاني بحب اشرب حليب كتير، وكنت بدور على بديل يكون فيه سعرات حراريه اقل حتى من الحليب خالي الدسم العادي. وبعد الفحص والتمحيص لقيت ان 100 مللي من كوبايه حليب اللوز فيها 17 سعر حراري و1.5 جرام دهون بس. مش بس اللوز اللي اتحلب، انا اخترت حليب البندق بعد ما جربت حليب اللوز وحسيت فيه بسنه مراره، بس سعراته اعلى شويه. حليب البندق 100 مللي منه فيه 26 سعر و1.6 جرام من الدهون. في نباتات كمان تانية دخلت على الخط زي فول الصويا، حليب الشوفان، وحليب جوز الهند. كل اللي بيعاني زي انا ودينا من تعب بعد ما يشرب كوبايه حليب عادي، او زهق من حاجه اتعود عليها من صغره وبيدور على بدايل جديده تناسب نظامه الغذائي، يقدر يختار من الانواع اللي اتكلمنا عليها بالفيديو، بس يقرا المكتوب على العلبه كويس علشان يعرف جسمه داخله ايه من سعرات وفيتامينات ومعادن. انتوا بقى جربتوا ايه من انواع الحليب النباتي وعجبكم ولسه مكملين عليه وليه؟ اشوفكم في حلقه جديده من سبوتس.